ليا واحد صاحبي فكر ان هو يفتح مشروع جنب وظيفته، وركز في النقطه دي عشان هرجع لها تاني. اول حاجه فكر فيها انه عنده خبره في المشروع اللي هيدخله ده، ولازم يا صديقي يكون عندك الخبره في المشروع اللي هتخشه، ولو ما عندكش الخبره استعين بحد عنده خبره في المجال ده او انك تروح تتعلم. المهم بجانب الخبره دي عنده المصادر اللي هيجيب منها الشغل بسعر قليل، وليه علاقات بالناس اللي هيبيع لها. وبالفعل بدا واتضحك عليه وخسر بالرغم ان هو فاهم الشغلانه. وبعدين حاول يجمع فلوس من هنا على فلوس من هنا وحاول يبدا من تاني، وبسم الله ما شاء الله ربنا فتح عليه جدا. دلوقتي كان ممكن اول ما خسر يعمل زي ناس كتيره بتعمل، يوقف ويرجع لوظيفته لو هو ما سابهاش، ولو سابها يشوف له وظيفه تانيه. مش في ناس بتعمل كده؟ بس هو كان حاطط في دماغه انه ما ينفعش طول حياته يعيش موظف، لازم يكون عنده دخل تاني يقدر يسنده، وممكن في يوم من الايام يسيب وظيفته. المهم فاكر لما قلت لك ان صاحبي ده عنده مشروع وموظف في نفس الوقت؟ السؤال هنا، انا موظف وعاوز ابدا مشروع، هل استقيل وابدا مشروعي ولا اكمل وابدا مشروع جنبه؟